السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد. اتمنى ان هو يعجبكم، بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. فيديو النهارده سهل وبسيط، هنعمل مع بعض طريقة عمل كشري الاسكندراني. يلا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. بس اللي دخل الفيديو يا جماعة شير ولايك وسبسكرايب للقناة، ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا اي اشعار بأي فيديو بنزله. يلا نشوف الفيديو هنعمل ايه فيه مع بعض. هي دي بقى المقادير اللي معانا اللي هنعمل بقى الكشري. معايا عدس ربع كيلو، ومعايا 3 كوبايات رز، يعني الكوبايه اللي انت بتعايري بيها. الكميه اللي انتوا عايزينها بقى اعملوها. معايا بصلتين صغيرين ومعلقه كمون واتنين مكعب مرق. هنظبط بقى الملح لما انت بتدوقي، بس المكعبين المرقه بيدوله طعم حلو. يلا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. اكله حلوه وموفره. اعملي جنبها بطاطس محمره وبيض وسلطه ومخلل وكده. انتوا شايفين الاسعار عامله ازاي؟ ربنا يرحمنا يا رب شويه. يلا بقى نشوف هنعمله ازاي مع بعض. هنا بقى هنقطع البصل كده في الكبة. عادي انت ممكن تقطعيه على ايديك او تبشريه، بس عشان الجديد حراق كده. ده من البصل الجديد اللي لسه طالع، ولما تقطع على ايدك هيبقى كبير اوي في الرز. اهو بالشكل ده هنفرمهم بقى ونعمله. عايزين تعملوا بقى البيض مدحرج بمعلقه سمنه او بمعلقه زبده اعملوه، بس انا هحطه مسلوق كده عشان الولاد ما بيحبوش مدحرج. اهي كده الفرمته بالشكل ده. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. بس اهم حاجه تبقوا منقيين العدس كويس والرز كويس. هنغسلهم بقى ونظبطهم وبعدين نشوف هنعمل ايه مع بعض تاني. هنا كده جبت حله على البوتاجاز، هحط فيها شويه زيت. هنفضي بقى فيهم البصله كده. احنا مش بنديها لون ولا حاجه، احنا بنتبلها بس. جربوا بقى يا جماعه الاكلات الحلوه دي. مفيش حد طبعا هيعمل سمك ولحمه وكده كل يوم وفراخ في ظل الاسعار اللي احنا فيها دي، الا اللي كان عنده بقى ومربي في بيته هو اللي هيعمل براحته. اعملوا مسقعة، عدس، اكلات حلوة وموفرة. هي كمان الاسعار بتاعتها غالية والله. اهي بالشكل ده. احنا هنديها بس تتبيلة كده بسيطة، نكون بقى منقيين العدس والرز كويس. هنا بقى غسلت الرز اهو، نقيته هو العدس وغسلته كويس. على ما البصلة تدبل بقى هنحط. انت مش بتديها لون ولا حاجة، هي يا دوب تدبل منك، بس انت شايفاها كده بعينيكي يا دوب تبقى دبلت كده. بس البصلة بدأت تدبل جامد اهي معانا. هنضيف بقى الرز بالعدس كده. هحط بقى ايه معاه واديله تقليبه قبل ما اضيف له الميه. هحط الكمون واديله تقليبه كده. هفضي برضو. مكعب المرق. اهم حاجه يبقى مفروض كويس عشان ما تفضلش حتت كده تيجي في بق حد. بتقلبيه بقى شويه كده دقيقتين ولا حاجه، بعدين بقى بتضيفي له كميه الميه اللي انت عارفاها. كوبايه الرز عليها طبعا كوبايه الرز المصري عليها كوبايه ميه. هنضيف له بقى الميه. هنا كده بقى هضيف له الميه، انا معايراها. واللي بتظبطها بقى بعينيها كده.
في المرحله دي بقى بعد ما حطينا الميه وحطينا الكمون ومرق ومكعبين مرقه الدجاج، بتدوقي بقى الميه بتاعه الكشري، تشوفي الحدق بتاعها، لان مكعب المرقه متملح وكل حاجه، بس ما بقاش متملح قوي. هنظبط بقى الملح بتاعه اول ما يغلي بتهدي عليه. بصوا هنا الكشري كده صفى الميه بتاعته كلها، اول ما يشرب الميه كده كلها تهدي بقى عليه قوي لحد لما يستوي، عشان القعر بتاعه ما يتلسعش منه بالشكل ده كده. هنا بقى هنعمل مع بعض سلطه خضراء مع جنب الاكل. هعمل بطاطس كده، هسلق بطاطس واحمرها، وهسلق بيض والمخلل، واكله حلوه كده. ظبطوا اكل الاسبوع يا جماعه من الاسعار دي، والله الناس ماشيه تكلم نفسيها من كتر الغلو اللي احنا فيه ده، ربنا يسترها. انت لما تبقي شايله حاجه عندك في الفريزر مثلا، هقول لكم على حاجه. لما تبقي مثلا عامله فراخ او لحمه، تفضل منك شوربه كيسيها في اكياس، اللي هي اكياس التلاجة دي. انت مثلا عايزه تعملي يوم المحشي شويه محشي مشكل، مش شرط جنبهم حاجه، هتلاقي كيس الشوربه تسقي بالمحشي. فاهمين قصدي؟ اما تخزنوا صلصه الطماطم مثلا، تيجي تعملي اكله، هتلاقي عندك حاجه من الاكله اللي انت هتعمليها في التلاجة، يعني هتوفري بمعنى اصح. هتخزني حاجه على حاجه في التلاجة، هتوفر معاكي في الاكلات. اما نشوف ربنا يعملها ايه في الاسعار دي، كل حاجه في الطالع، مفيش حاجه في النازل ابدا. الناس قالت الاسعار هتقل شويه، داخلين على شهر كريم، كل سنه وانتم طيبين. الاسعار بتزيد ما بتقلش. ربنا يصلح الحال يا رب. نحط على بصلايه خضرة كده حلوه، وجرجير وبقدونس وخيار وطماطم، شكلوها. انا كنت مش عايزه احط عليها جزر، الولاد ما بيحبوش الجزر على السلطه. انتوا طبعا بتعملوا الحاجه اللي ولادكم هتاكلوها، مش هتعملوا الاكله وترموها يعني. الشكل ده كده. عايزاكم بقى تشجعوني، اللي يخش الفيديو يعمل اشتراك ويحط لايك ويكتب كومنت حلو، وفعل زر الجرس، عشان لما بتفعلوه بكلمة الكل بيوصلكوا اشعار باي فيديو جديد بنزله. ربنا يوفقنا يا رب جميعا. خلصت كده السلطة اهي، حطيت عليها الخضار، نقطع الليمونة بقى ونسيبها. هنا بقى مش هنملحها ولا نيجي ناحيتها الا لما ساعة الاكل يبقى نملحها، نقطع عليها بقى وساعة الاكل نملحها. هنا كده حطيت بيض يتسلق اهو، غسلته الاول، تغسلوه قبل ما تحطوه يتسلق. غسلته وحطيته على ميه وحطيته يتسلق. المغرب بقى الاكل هوريكم. هنا الكشري اتعمل ازاي، فلفل وجميل ازاي. هغرف بقى الاكل واوريكم كل حاجه. دي بطاطس كده سلقتها، هحمرها بقى. هنا حطيت كده طاسه على النار، احط فيها البطاطس تتحمر. كده بقى تتحمر وبعدين اطلعها. كده البطاطس بدأت تاخد لون اهو، عملتها على وشها التاني وبعدين اطلعها. دي كده طماطم معانا، نعملها كده بين كل فتحة وفتحة حوالي نص سنتي كده اهي. هنعملها مخللة تبقى جميلة. اديكوا واحدة كمان، شايفين المقاس، خلوه كله قد بعض كده بالشكل ده. دي كده الطماطم. ده هنا فلفل بعمله كده واحطه في التلاجة، فلفل وخل وليمون وتوم وكمون وملح
بينفع بقى ان انت تحطيه مع بتنجان كده، مع طماطم تخلليها. ومش شرط تعملها مع الكشري بس، بتنفع جنب اكلات كتير، بتبقى طعمها جميل قوي. انت لو عامله جبنه وفول وكده يبقى طعمها حلو برضه، مش شرط يعني الكشري. كل حاجه في البيت حلوه يا جماعه لما تجربوه. ما تعملوا الحاجه بايديكم احسن ما تشتروها. اهو بالشكل ده. يعني ما تعملي البتنجان المخلل في البيت احلى ما تشتريه من بره من محلات الفول والطعميه. اما تعملي الفول في البيت احلى واوفر وانضف ما تشتريه من بره. اهي بقت بالشكل ده كده. نحط حته كمان فوق هنا كده بالشكل ده. هعمل معاكم واحده كمان. اهم حاجه وانتوا بتقطعوها تنقي الطماطم اللي ماسكه نفسها، ما تاخديش طماطميه مثلا طريه وتروحي مقطعاها، لا مش هتستحمل. لما تبقى جامده هتبقى حلوه كده بالشكل ده. اهي كده. الايام دي برضو الفلفل الاحمر طلع كويس، اشتروه واعملوا الهريسه، هبقى اعمل لكم فيديو ليها. ما بتطلعوا الحاجه جاهزه من التلاجة احسن، يعني لما تطلعوا حاجه مثلا انت عاملاها احسن. هوريكم حاجه برضو جميله والله، يعني ايه ان هي تتعمل في البيت انضف. انا مش قصدي حاجه، بس ان انت تعملي الحاجه انضف. ده كده اخر مخلل عندي اللي انا كنت عاملاه معاكم انا في فيديو الروتين. وده مخلل شاريه من بره. شايفين فرق شكل اللفت من ده. ده مسمر ازاي وتحس ان هو دبلان كده. والله ده مطلعاه من التلاجة، ان هو شكله بنك ازاي وحلو. يعني الحاجه انا بقول لكم كده ليه، الحاجه انضف اما تعملوها في البيت احسن. يعني مش تستسهلوا وتشتروا الحاجه. كل حاجه من ساعه الاسعار ما غليت وكل واحد بيعمل الحاجه عايز يخلصها وخلاص. قبل رمضان ان شاء الله نعمل شويه فيديوهات حلوه باذن الله. بس بقى عايزاكم تشجعوني في القناه يا جماعه. اللي يدخل كده يشوف الفيديو ويبقى مش مشترك يعمل اشتراك للقناه. اهي كده بالشكل ده. اهم حاجه لما تبقى عندك برطمانات فاضيه اغسليها وعقميها كده نظيفه، حطها في الشمس شويه وبعدين شيليها غطيها. هتنفعك في اي حاجه تعمليها، سواء هرسه شطه، دقه مثلا تعمليها في التلاجة، تعملي مايونيز، تعملي الحاجات دي. حاجه في البيت حلو كده بالشكل ده. كده خلصت الاكل اهو بالشكل ده. بس ما عملتش البيض مدحرج كده في زبدة او سمنة لان الولاد ما بيحبوهوش كده. اهو عملت سلطة خضراء والطماطم المخللة وسلقت بطاطس وحمرتها. غدوة جميلة واكلة حلو. اتمنى ان انتوا تجربوه. أهو. اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم. مع السلامة.